انا اسمي محمد ابو ابراهيم. انت عندك المشكله ايه في حكايه الرز ده؟ الرئيس قال هيوردوا ب 2000 جنيه. احنا مديونين للناس وعايزين نبيع رز ونسد العالم. طب ما تبيعوا، مش قال ب 2000 جنيه للرئيس؟ لا التاجر هنا بيقول ب 16 و17 مش هيزود عن كده. طب ليه؟ مش في قرار بكده؟ وشكرت الكيماوي ب 180 جنيه 150 جنيه من بره. والجمعيه ما بتجيبش. والجاز ما فيش جاز. طب ايوه ولا جاز ولا غاز. ما فيش اي خدمات هنا، اي خدمات مش موجوده دلوقتي. صرف صحي، اي خدمات هنا ولا صرف صحي. ما فيش خدمات حضرتك. قريه هنا ما فيش خدمات. المحافظ محطوط اسما على هنا، اسم ما فيش محافظ، ما فيش محافظ. حضرتك جيت من على الاسفلت وشفت اتولى المحافظه ونزل هنا. احنا معزولين عن الدنيا تحت خالص. كده بقى. ما فيش حد بيسمع لنا، ما بتشوفش حد ولا كأن في بشر هنا. احنا ما ولا محمد مرسي يعرفني، ولا محافظ يعرفني، ولا هشام انديل ده يعرفني، ولا وزير زراعه، ولا ما فيش. طب يعني ال 100 يوم دول اللي وعد فيهم ما عملش حاجه. ما فيش جديد، ما فيش فرق بينه وبين حسني. هو مرسي هو حسني. ما فيش حد، ما فيش اي حاجه عملها خالص. وبالعكس اوسخ ما فيش اوسخ زراعيه. وصلت كل اللي عليه جنيه للبنك او للجماعه التعاونيه ما ياخدش. انا محروم من الكيماوي بقالي 5 سنوات. بالنسبه للدين الجمعيه التعاونيه طب قلت ابعتوا لي حتى بالنقل احمد السيد سماح. منين انت حضرتك؟ من عزبه وديع واحد تبع هنا. عليا مبلغ عليا مبلغ قيمه 2000 طب ما هو قال هيعكس ايجار الفلاحين. لا ده للجمعيه التعاونيه. انا بعيد عن البنك. هاتي يا جمعيه تعاونيه كيماوي لما الزرعه تطلع لي واسددك. لا ممنوع. طب خدي حق الكيماوي بالنقل وخلي اللي عليها لما يطلع الزرعه اجيب لك. ممنوع. بقالي 5 سنوات حضرتك ما مضيتش امضه في الجمعيه التعاونيه دي. 5 سنوات ما خدت الشكاره ل8 فدادين و8 قريط. ما خدت لهمش الشكاره. بجيب الشكاره ب 180 جنيه وب 200 جنيه اجل من بره من التجار اللي هم نعتبر البشعين بس هم مش مصلحتني. بشيك على بياض. اشياك على بياض من السوق السوداء. حضرتك نروح لاي مسؤول يدلنا بالشلوط. هو يا معجل ده فلاح ما يعرفش حاجه ولا يفقه شيء. ده لابس طاقيه، ده لابس جلابيه. يتحط في الهم هنا في الصرف الصحي كله في قلب الميه. في قلب الميه دي بنشرب من الصرف الصحي. كل الميه دي لو حللت لاي واحد من الواقفين. اسمع حضرتك، لو حللت لاي واحد من اللي حاضرين ده اللي موجودين حضرتك هتلاقي عنده الهرسه وعنده الكلى وعنده النصايح حره وعنده فيروس سي وعنده فيروس مش عارف ايه وعنده حضرتك. رساله منكم كده. عايزه رساله من الفلاحين للرئيس مرسي ويشكر ويبقى عمل حاجه لابنائه. الفلاح الوحيد في دوله مصر العربيه اللي ما عملش مظاهره. ما خدش حقه. ما عملش مظاهره. ما وقفش. لان الفلاح ده لو وقف يوم واحد الدوله انشلت من فوق لتحت. ده اخر كلام. مرسي في البرنامج الانتخابي بتاعه قال ان هو هيسقط جميع الديون عن الفلاحين. دي في البرنامج بتاعه اللي هو منزله وموجود في الورقه بتاعته اللي هو منزلها. البرنامج اللي هو عامل البرنامج الانتخابي ده ما وفاش بالكلام ده خالص. ولا كانوا في فلاحين ولا كان في كلام خالص. ما فيش ضمن البرنامج بتاعه. اسمه احمد سمير. ايوه اهلا. في عندي 4 فدادين عاوزين يتجمعوا ورابط لي القطن ب 1000 جنيه. يجيب حد يجمعه ياخده. ما احناش عاوزينه. ما هوش جايب مصاريف رش وكماوي. ما هو مش عارف ايه. الفدان حضرتك الفدان واخد مش عارف ايه. بعد اذن احمد والدواء مش عارف الدواء من بره. المشرفين بتوع هم بيبيعوه. الفدان ما جابش انطارين قطن 2 وانجمع واترعى بالغنم. انطارين وانطار ونص فدان القطن. الحاج بيقول لي انا هنقطعه ما احناش جامعينه. هنجمعه ما يجيبش جميع. مش جايب جميعه. نقطعه احسن لنا ونرميه. ديون البنك اللي احنا الابيض اللي كنا زمان. ولا واحد كان زمان ابويا عايز يجوزني من الذهب الابيض. زمان ده كان اسمه الذهب الابيض. كان لما الذهب الابيض ده يطلع كان بيطلع كان بيجوز منه الاباء والابناء والناس بتعيش على القطن النهارده محصول اصبح ثانوي ما عادش محصول رئيسي. كان اقتصاد دوله. النهارده اهدروه بقى اقتصاد. كان الاول اقتصاد دوله. كان اقتصاد دوله. النهارده القطن فين يا استاذه فيفي؟ فين الكلام ده؟ احنا بنعاني معاناه هنا فظيعه من قله الخدمات. احنا لو طلعنا بنعاني من قله الخدمات. تجيب له يوميه هنطلع نقول مؤتمر وبتاع
اللي بيسيب غيته يوم بيجوع مش عارف يروح ولا محتاجينكم يجي. تقفوا جنبنا، ما هو احنا محتاجينكم عارفين تقفوا تقول إيه. جنبنا. احنا الوقت يا استاذه فيفي محتاجين من السيد الرئيس لو هو ببص للفلاحين صح. اول حاجه هو رجل فلاح ما هو يعني. ما هو رجل فلاح بس لسه ما شفناش. ما هو بصي النهارده انا عندي صغار مزارعين، صغار المزارعين دول كل واحد النهارده اصبح اب، الاب ده عنده 5 6 اولاد، ال 5 6 اولاد دول ما يوزع لهم ما يوزع يجيب منه 2 مليار يسد ديون الفلاحين. الا الفلاح يجيب 2 مليون 2 مليار من هو اللي بيشتغل في الجمهوريه بحد، هو اللي بيشتغل، مفيش حد نايم. القط نايم، مفيش دين. حد عايز يقول حاجه يا جماعه؟ صور البانر ده، ارفع البانر ده اصابع كده، ارفع البانر ده. ده مطالب صغار الفلاحين، ده مطالب الفلاحين عندنا هنا في المنطقه. احنا محتاجين الحاجات دي. بص توزيع اراضي على صغار الفلاحين. النهارده كل بيت فيه 5 شباب ما يطلعوا ياخدوا اراضي في الصحراء.